تخيل معي لعبة بدأت بحجم صغير، جرافيك بسيط، والناس ما عطوها حتى شي أهمية، ولكن في وسط هاد البساطة كانت كتخبي أقوى قصة صعود في العالم في ألعاب الموبايل. من لعبة مهملة إلى واحدة من بين أفضل ألعاب العالم، فري فاير. كيفاش وصلت لهذا المستوى؟ هادشي اللي غادي نتعرفوا عليه في هذه القصة. لكن قبل ما نبداو ما تنساش تخلي لايك وتضرب وتفعل الجرس ودير كومنتير في شي فكرة على الفيديو الجاي. نبداو. 4 دجنبر سنة 2017 أتت واحد اللعبة جديدة، لعبة بسيطة وخفيفة، وما كان حتى واحد متوقع أنها بعد سنوات غتولي أشهر ألعاب الباتل رويال في العالم. المطور كان واحد استوديو سميتو دوتوس ستوديو، والهدف ديالو كان يصاوب لعبة باتل رويال خفيفة وتخدم في أي هاتف. الناشر كانت شركة كارينا، ساهمت بزاف في تطوير اللعبة وتسويقها حتى وصلت للعالمية. الفكرة ديال اللعبة جات في نفس الفترة اللي نزلت فيها بابجي موبايل. بابجي كانت قوية ولكن كانت ثقيلة بزاف وما كتخدمش في معظم ألعاب الهواتف. هنا المطورون قالوا علاش ما نديروش لعبة خفيفة تشغلها حتى في الهواتف الضعيفة وبنت ضعيف. وهنا ازدادت لعبة فري فاير. الخريطة كانت صغيرة بزاف، الجيم يدوم 10 دقائق فقط، الجرافيك كان ضعيف، وكانت الميزة الكبيرة هي أنها تشغل في أي جهاز. وهذه النقطة خلت الشعبية ديالها منتشرة في آسيا وأمريكا الجنوبية، حيث هناك أنهم الإنترنت ضعيف والأجهزة بسيطة. سنة واحدة فقط ولت فري فاير أكبر لعبة تحميلا في العالم لسنة 2017، تجاوزت 100 مليون تحميل وتفوقوا على ألعاب كبار. كارينا قد كتنزل فعاليات، سكينات وتحديات، واليوتيوبرز بداو كيركزوا عليها، وبقات اللعبة طالعة في الترند العالمي. في بداية 2019 نزلوا أول شخصية آدم، ومن بعدها إيفان، كانوا بلا قدرات غير شكل فقط، وموراها بدأوا الشخصيات الحقيقيين اللي عندهم قدرات بحال هاياتو وكالا وكيلي. ومن بعدها نزلوا مود قلب اللعبة، كلاش سكواد، مود سريع، مواجهة مباشرة 4 ضد 4. وفي هذا العام تحسن الصوت والجرافيك بزاف، وحدثوا خريطة برمودا وزادوا فيها مناطق جديدة بحال سانتوزا. مع نهاية العام أعلنوا عن أول بطولة عالمية، فري فاير وورلد كاب، في بانكوك. المشاهدات وصلت إلى 27 مليون مشاهدة، رقم خيالي في ذاك الوقت. وزد عليها نزول خريطة كالاهاري، واللعبة دخلت رسميا لعالم الإي سبورتس. في السنة الموالية أي سنة 2020 زادت انتشارها وشعبيتها في العالم، بحكم أنه انتشر في العالم وباء الذي أدى إلى دخول الناس إلى منازلهم. واللعبة زادت شخصية ألوك، والقدرة ديالو كانت قوية لدرجة أن أي لاعب كان يتمنى أن يشتريه. بالإضافة أنه زادوا شخصيات جديدة بحال جوتا، وتحسن الجرافيك وحسنوا إضاءة اللعبة. وخرجوا أول تعاون ضخم لهم كان مع لا كاسا دي بابيل، وكانت أقوى الأحداث في تاريخ اللعبة. ومن بعد عصر من السكنات المطورة. وفي سنة 2021 فري فاير ولات أكبر لعبة تحميلا للسنة الثانية على التوالي، وتجاوزت مليار تحميل في متجر بلاي ستور. أقوى ضربة كانت هي التعاون مع كريستيانو رونالدو، الشخصية كانت خارقة بزاف. وفي نفس العام خرجت نسخة فري فاير ماكس بجرافيك قوي ومؤثرات جديدة مع الحفاظ على نفس الحساب. بدات اللعبة كدير فعاليات خاصة في رمضان، وبدات كتعتني بالسيرفر الشرق الأوسط بزاف. أما أكبر ضربة كانت هي حظر دولة الهند للعبة، وهذا ضر اللعبة لأنها كانت من أكبر المجتمعات في اللعبة. في نهاية سنة 2022 وبداية سنة 2023 نزلوا شخصيات أخرى مثل سكيلر وديمتري، ورجعت الاهتمام بالبطولات، وبدأت الفرق العربية كتبان بقوة. الجرافيك تحسن واللعبة ولات سلسة، والفعاليات مبقوش كيتوقفوا. رمضان، العيد، رأس العام، وحتى الهالوين. في 2024 اللعبة تغيرت بالكامل. فري فاير مبقات لعبة بسيطة وخفيفة، ولات لعبة كتحتاج جهاز متوسط أو قوي. الجرافيك زاد بزاف وسكينات ولاو خياليين، وحتى جمهور اللعبة تبدل. أما دابا اللعبة مازال كتطور وكتزيد سكينات وفعاليات وتحديثات كبيرة. هذه هي قصة لعبة فري فاير من 2017 إلى يومنا هذا، من بداية بسيطة إلى واحدة من أشهر ألعاب الموبايل في العالم. وكيبقى السؤال، فين غادي توصل؟ واش غادي تبقى في القمة ولا غيجي وقت الهبوط؟
شاركونا رأيكم في التعليق، وما تنساوش ديروا لايك وتابونا وتفعلوا الجرس، وما تنساوش تعطوني فكرة للفيديو القادم في التعاليق. كان معكم منير، وتهلاو.